والله ضحكتك زي العسل. مساء الخير متابعينا الكرام، اهلا بيكم معانا ومعاكم بطه ضيفه معانا على الحلقه. بطه ما شاء الله عليها، يعني هي بنت بس ب 100 راجل. مش هنقول راجل واحد بقى عشان هما بيشبهوها بالرجاله، بس هي ب 100 راجل وبنت شاطره، تحملت مسؤوليه اسره وهي لسه صغيره. قررت حاجات كتير قوي. تعالوا نعرفها بينا معاها. تعرف بيك يا بطه. بطة 22 سنة، دراستك؟ دبلوم زراعة. دبلوم زراعه. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ يعني دبلوم زراعه اللي خلاكي تفتحي مشروع شاي وقهوه؟ بعد ما بابايا توفى نزلت أنا ومامتي فتحنا هنا هو اتوفى من قد ايه؟ 2017. كنت انت عندك كام سنه؟ 15 سنة. 15 سنه. كنت لسه في ثانوي يعني؟ كنت لسه في ثالثة إعدادي. في ثالثه اعدادي. طيب يعني انت قعدتي الفتره دي كلها، قررتي بعد كده ان انت ما تشتغليش بعد ما تكمليش دراسه من بعد الدبلوم؟ انت اللي قررتي تبقي راجل البيت وتنزلي تشتغلي بقى وتفتحي المشروع وتكملي المسيره بتاعت والدك. هو انتوا ايه دخلكم دلوقتي؟ ايه مصدر دخلكم؟ 1600 جنيه. بابا كان شغال ايه؟ كان عامل تأمين. تأمين في التأمينات؟ كان مأمن على نفسه. كان عنده محل أحذية في سوق الجمعة وهو توفى، بس هو كان مأمن على نفسه. مأمن على نفسه. طب احكي لنا بقى يا بطة، يعني قولي لنا السر في كلمة أزعرينا، أو اللقب ده جالك منين؟ صحابي ما كنت بلعب ألعاب قوة وكورة من 3 سنين. بتلعبي ألعاب قوة وكورة؟ ما شاء الله، مختارة لعبتين يعني بتوع رجال. يعني بتوع رجال. لا بس الألعاب القوة فيها بنات ورجال. يعني أنا أختي نفسها كانت بتلعب ألعاب قوة واخدة ميداليات كتير كده، وثب الطويل ووثب القصير. طب إيه ما كملتيش ليه؟ عشان بيبقى تعب في التمرين، وبخلص تمرين وانزل الشغل فبيبقى تعب عليا. انت بتقعدي هنا للساعة كام؟ باجي 6 المغرب وبمشي 2 3 حسب الشغل. بس كتير قوي ده كده، انت معدية فوق ال8 ساعات. حسب الشغل. يعني في الشتاء بتقعدي بعد كده كمان؟ لا، في الشتاء ممكن بالكتير قوي الساعة 2 1:30. ده في الشتاء؟ لكن في الصيف ممكن ل5 6. يعني بتقعدي 12 ساعة؟ 12 ساعة شغل كتير قوي. 12 ساعة حسب الزباين، حسب الناس اللي بتيجي تقعد. طب قولي لي يا فاطمة، انت بتحبي يعني ليه اخترتي مهنة الشاي والقهوة والحاجات دي؟ رغم ان فتح الشاي والقهوة دايما اللي بنشوفها راجل واللي بنشوفه راجل واللي بيقدم راجل. هو اتفرض. هو اتفرض محدش بيختار. زي ما انت قاعدة. لا زي ما انت قاعدة. اهلا بيكي ماما بطة. ربنا يخليك يا رب. هو مش اختيار، هو يعني اتفرض، مش اختيار. يعني اتفرض اللي هو احنا ما فيش شغل فنزلنا نشتغل في اي حاجه. كنت فاتحه كشك بقاله، وما جت ازالات الشقق بتاعت الكاكولا وكده معظم الناس عزلت فقفلنا الكشك. خفتي بقى تعملي بضاعه والكلام ده؟ ما فيش بقى، لا ما فيش حركه، هي الحركه وقفت. فنزلنا بقى جنب البيت كده، قلنا نعمل المشروع ده، والحمد لله بقى لنا 3 سنين. يعني قلتي ان ده اسهل حاجه موجوده اسهل حاجه وجنب البيت، عشان انا معايا 3 بنات ووالدهم متوفي، فعشان اواظب ما بين البيت وما بين البنات. طب قولي لي، يعني انا بشوف معاكوا التروسيكل بتودي وتجيب. التروسيكل ده انا يعتبر مأجراه، كنت ب70 جنيه. يعني انت بتأجري التروسيكل عشان اودي الحاجه اللي حضرتك شايفاها دي كلها. تأجريه؟ بأجره. يعني كان الاول واحد يعني بيجي يودينا ويجيبنا وياخد مثلا 50 جنيه، دي اول ما نزلنا. تمام. بيودينا ويجيبنا. بعد كده لقيت العمليه مش نافعه، لاني كان بيتعطل عليا. كان بيجي عليا رمضان ممكن ما اتسحرش، بيجي عليا بعد ما افطر على طول اقول له تعالى لي اتاخر عليا. على حسب بقى مزاجه بقى. فبالظبط كده ربطك بقى جنبه. فكلمت ناس وجابوا لي دوت، بس واخداه زي ايجار بقى 70 جنيه في اليوم، وبعد كده ممكن في الشتاء يخلوه لي ب50 كده يعني. يعني اللي هو من الاخر مديهولك، بس بياخد منك بياخد مواصلات كل طبعا. هو مبلغ يومي.
طب يعني ما حاولتيش ان انت ممكن تجيبي تروسيكل بكارد اللي هو الصغنن ده والله انا حاولت، بس هي المشكله الكارد هيجيب لك ايه وهتسدي قسطه منين؟ انا رحت مشروعي وسالت لقيت قسطه كل شهر 1000 ونص. 1000 ونص؟ 1000 ونص في شركه مشروعي، وهيقف عليا بحوالي 45000 جنيه. رحت وسالت قلت اوفر ال 70 جنيه انا اولى بيهم وادفعهم مثلا قسط او حد يجيبهولي او اي حاجه. هي 50 في اليوم ده في الشتاء، ده في الشتاء، ما 50 في اليوم ده في الشتاء. بس هي المشكله في المشروع فعلا ان انت يوم شغاله واقف بالظبط كده، وبعدين يوم ربنا بيرزقك ويوم ربنا ما بيرزقكيش، ده رزق حسب ربنا. فرحت مشروعي لقيت 1000 ونص في الشهر وواقف عليا بحوالي 45000. انا عايزه حتى لو واحد مستعمل. وبعت الحياه كريمه، بعت وقدمت ورق الحياه كريمه وقلت لهم انا كل اللي محتاجاه معايا بنت مشبوكه بجهزها وعايزه التروسيكل حتى لو مستعمل. يعني حتى لو مستعمل. من امتى طيب؟ مقدمه من قبل رمضان اللي فات. من قبل رمضان؟ قدمت كل الورق وكل حاجه الحياه كريمه. والله اروح لهم تاني، انا لسه كنت بفكر في الحوار ده، لان انا عندي مهله سنه شبكه بنتي دي وفات منهم يجي 4 شهور. هي مشبوكه في شهر 7. هي مشبوكه في شهر 7. روحي اسالي على الطلب الاولاني اروح اترفض او اتقبل بامر الله، ولا لسه ما اتقالش عليه قرار باذن الله. ولو في حاجه محتاجه ان انت تقدمي ورق تاني باذن الله، ممكن يكونوا حاولوا يوصلوا لك في ورقه ناقصه ولا حاجه وبالتالي معاهم الرقم لو في حاجه بيكلموني. وارد ان يكون بيتصلوا الشبكه ما بتكونش مش عارفه. اروح بامر الله، اروح تاني. اروح اسالي لان كل حاجه بتبقى تحت البحث هناك في حياه اروح كريمه. كل حاجه، بس هي مشكله بس ان حياه كريمه الحالات معاها كتير جدا جدا. ربنا يعينهم يا رب. بيحاولوا يدوا يعني دايما بيدوا الاولويه لحالات ربنا يعينهم يا رب. انا بصراحه شفتها اصلا، يعني تلاقيهم فجاه كلموكي انا شفتهم اصلا على الفيس، وده اللي خلاني ان انا رحت له. طيب قولي لي بقى اخبار بطه ايه؟ بلاش نقول ازعرينا وراجل لان انا بصراحه انا شايفاها بنت زي العسل. ربنا يصلح حالها يا رب. هي بس اسم الشهره يعني هنا تقول كان في بنت ما يعرفهاش ازعرينا عارفينها هناك يعني ما حدش فعلا يعرف بنت فاتحه هنا يقول لك لا ما نعرفهاش. هي مشهوره بدي. قولي لنا ايه سر الاسم ده؟ هي بتقولي بسبب العاب القوه. كان صحابها معاها في النادي وهم طلعوهم عليها. يعني اسم ازعرينا ده الاسم ده كان في فيلم. لا سيد انا اللي مطلعاه عليها. سيد انت مطلعاه عشان هو الراجل بصراحه هو الراجل بتاعي فانا مطلعه عليه سيد. طب قولي لنا كان في فيلم ايه يعني؟ ازعرينا دي كانت في فيلم بتاع مي كساب، بس انا مش فاكراه بصراحه. محترم الا ربع حاجه زي كده. كان في فيلم فهم شبهوها. بالظبط كده. فيلم اوكا اورتيجا. ايوه فيلم ايه؟ اوكا اورتيجا. هو ده. هم عندهم حق. ايوه طلعوا عليها ازعرينا بناء عن مي كساب، كانت هي وجوزها. ايوه اوكا اورتيجا. ايوه اوكا اورتيجا. ايوه صح. شفتي بقى انا عماله افتكر اسمه برضه. انتوا بتقعدوا هنا بقى بتفضلي قاعده معاها لحد ما بتخلص؟ بنيجي سوا بنروح سوا. رجلك على رجلي. طبعا. نفسك في ايه؟ والله ولا اي حاجه، الحمد لله على اللي احنا فيه. الحمد لله طبعا. الحمد لله على اللي احنا فيه، الحمد لله. عشان الدنيا تستقر معاكي. والله هو حوار التروسيكل بس. هو حوار التروسيكل والبنت اللي بتتجهز. هي عارفه والله العظيم في الشتاء مش في الصيف. في الصيف الدنيا حلوه جدا والحمد لله. في الصيف في الشتاء ممكن ما الاقيش حق التروسيكل اللي انا اطلعه او البضاعه اللي انا عايزه اجيبها، لان ما حدش بيقعد ما فيش كتير. انما في الصيف الحمد لله. ما بتقعدوش بدري شويه في الشتاء؟ لا بننزل على ميعادنا برضو، لان معظم زبايننا بيجوا متاخرين. بيجوا على الميعاد. يعني لو حد هيجي حتى في الشتاء بيجوا متاخرين. طب وانتي ايه رايك في بطه يعني في الوقفه بتاعتها؟ ربنا يعينها ويقويها. ربنا يعينها. انا ما برضاش اشغل الاثنين التانيين، لان الاثنين التانيين خايبين جدا، ما يعرفوش يطلعوا يجيبوا حاجه من الشارع من بره. بطه بتتعامل وبتطلع وبتروح وبتيجي. ده تعبتنا. وهي على فكره اللي بتسوق التروسيكل كمان. وهي اللي بتسوق التروسيكل كمان. بس هي مش حابه تطلع موضوع التروسيكل ده. لا هي بتحب تسوق على فكره، بتسوق مكان صغير وبتسوق التروسيكل وبتسوق عربيه ولوحدها ما حدش علمها. اجيب السكوتر دي اللي هي بتاعت عادي. ايه المشكله؟ هي بتحب السواقه جدا يعني كذا مره اي حد تاخد العربيه لحد ما اتعلمت.
لا جدع محدش والله. علمها يعني. بقول لك ايه، انا ماشيه بمبدأ في حياتي، بعمل كل حاجه في شغلي عشان ما احتاجش المخلوق. بس هي عندها يعني انا في كومنت شويه شغلي في حوار بحتاج الشيبسي. مثلا مونتاج، بحتاج بحتاج مش عايزانا اتكلم. حاجات الصور، الحاجات دي كلها انا بحتاج ان انا اعملها. انا بدل ما ادور على مين يعمل لي دي عشان اكمل شغلي، لا انا اللي بتعلم واعملها عشان ما احتاجش لحد. فانت احسن حاجه ان انت اتعلمتي التروسيكل، اتعلمتي ازاي اللي هو المكن من الاخر الصغير، مش هتبقي العربيه. واقفه مستنيه جنب التروسيكل عشان حد يجي يسوقلك. لا جدع. انا جت عليا فتره قلت لها علميني. لا يا جدع والله جدع انا فعلا. جت عليا فتره قلت لها علميني اسوق، بس بجد ما عرفتش. لا هي ما شاء الله عليها كويس جدا ان هي شغاله في الموضوع ده، وان هي مش قابله انها تتحوج لحد، الحمد لله. وبتقف بنفسها عشان تشتغل. الحمد يعني لله. يعني بطه بجد احنا مبسوطين. انت مش محتاجه لحد. من الاخر عض قلبي ولا تعض، اللي هو ايه، من الاخر اللي هو مش محتاجاك، وهحتاج ايدي وهحتاج دراعي وهحتاج دماغي، مش هحتاج حد. انت واقفه هنا بكرامتك بنفسك، من غير ما تقولي لحد هات. لو حد اداكي النهارده مش هيديكي بكره. فانت ما شاء الله عليكي نموذج مشرف جدا للبنت الجدعه اللي بتتحمل مسؤوليه بيت في ظروف باباها متوفي، ام محتاجاها وهي محتاجه لنفسها واخواتها محتاجاها. فانا مبسوطه بيكي يا بطه، وشكرا ليكي وشكرا لكل متابعينا. باي باي. سلام.